السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، معكم قناتكم قناة ربيعة فلاح. اليوم ان شاء الله فيديو جديد كله نصائح وكله افادة. هاد الفيديو هذا غتحتاجوه بزاف خصوصا خلال هاد الايام المباركة ان شاء الله. غتوجدوا ان شاء الله الطريقه كيفاش تحتفظوا بالمعدنوس القزبر والكرافس عندكم بدون مجمد، وكذلك واحد الشرمولات غتوجدوهم على تيساع وغتوفروا عليكم الجهد والخدمه وبزاف ديال التعب ان شاء الله. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير هكا باش تستمعوا لجميع النصائح، وما تنساونيش من اللايك ديالكم وكذلك تعليق. خليوه لي ارائكم واي تساؤلات مرحبا بكم. على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. اول حاجه هنايا خديت الربيع معدنوس وقزبر، يعني بجوج بيهم الربيع والمعدنوس اولا القزبر ومعدنوس. وخديت الكرافس وغسلنا نقيناهم مزيان وغسلتهم مزيان. ودائما نصيحه انكم تغسلوا في اناء اللي كيكون بيض هكا باش كتاكدوا بان الماء ما بقاش فيه التراب كيبقى لكم، يعني كتلاحظوا القاع ديال الاناء او البانيو اللي غسلتوه فيه ما كيبقاش فيه لا تراب لا حتى شي حاجه، كتكونوا عرفتوا راه غسلتوه مزيان صافي. ومنين كتغسلوا مزيان الغسله الاخيره كنديروا الماء وكنديروا عليه القليل من الخل وكنخليوه واحد 15 دقيقه صافي. من بعد كنصفيوه وكنخليوه ينشف تماما. كيف لاحظتوا انا راني وضعته فوق من طابله وخليته حتى نشف تماما، راه خليته نهار كامل وليله كامله يعني بات، خصوصا دابا الحال بارد يعني راه ما كيخسر حتى شي حاجه، ينشف مزيان صافي. هنايا غندوز بديت بالكرافس هما الاولين. كان كيفاش توجدوا الكرافس ديالكم وبدون مجمد، يعني يبقاو عندكم مزيانين. جبت هنا الكرافس راه انا قطعت التقطعه الاولى غير بالموس، وهنا راني غنهاشيهم بهاد الهاشوار هادي، راه دغيا ساهله دغيا كتسهل عليكم مأموريه. درت معاهم الملحه، واحد المعلقه كبيره ديال الملحه، ودرت معاه الزيت البلديه زيت الزيتون صافي. وكنوضعوه في واحد القريعات اللي غسلناهم مزيان ودرنا فيهم واحد القطيره ديال الخل ومسحناهم مزيان وحطيناهم حدانا. قريعات يكونوا عندكم غير كيتسدوا مزيان صافي فقط، يعني حيت هنا غنديرهم غير في الثلاجه، شرط ان القريعه ديالكم تسد مزيان صافي. هنا كيف لاحظتوا انا وضعتهم في هاد القريعات هادو، وضروري تغطيو عليهم بالزيت من الفوق، بالزيت زيت الزيتون تغطيو الوجه مزيان يعني ما يبقاش يبان لكم الكرافس ديالكم نهائيا صافي. وكنغطيو ملي كتخويو الزيت في القريعه، الا شفتوا الزيت هبط لكم من التحت ما بقاش الزيت من الفوق عاودوا زيدوا حتى تتغطى في مره داك الكرافس. كنسدهم مزيان وكنحيدهم على جنب. وكندوز هنا غنوجدوا الشرموله ديال الدجاج، يعني داك الربيع اللي كنشرملوا به الدجاج ديالنا. فيما بغيتي توجدي الدجاج محمر اولا الدجاج طاجين اولا يعني كيجي غزال لذيذ بزاف. هنايا خديت القزبر عفوا المعدنوس بوحدو هو اللي كنشرملو به الدجاج، ما تنديروش الربيع. خديت المعدنوس زدت عليه الحامض مصير، زدت عليه سكينجبير خرقوم عرق صفر الابزار وهذا والملحه والزيت البلديه والثومه. هذا الشيء الحامض المصير كيف لاحظتوا انا درت هذاك البلدي اللي كنت خدمت معكم، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، خدمته معكم السنه الماضيه راه باقي غزال غير ما تعسل صافي. هنايا كنوضع ديك الشرموله ديالي نزيدها الزيت، ضروري تزيدوها الزيت حتى كتغطى كامله هاد الشرموله هادي. الوقت اللي بغيتي تحمري الدجاج كتلقاي عندك الشرموله ديالك واجده. دائما البنات ردوا بالكم منين تجيو طيبوا بهاد ديروهم يعني في الطياب ديالكم ديروا حسابكم بانكم راه دايرين فيهم الملح، يعني في الطياب ديالكم ما ديروش الملح حتى تذوقوا صافي. يعني غطيو بالزيت وعاودوا غطيو صافي. هنا وجدنا الشرموله ديال الدجاج حيدتها. هنا غندوز باش نوجد الشرموله ديال اللحم. هنايا بالنسبه للربيع اللي كنديرو مع اللحم ديالنا كناخذوا المعدنوس والقزبر والربيع بجوج بهم اولا القزبر، كاين اللي كيقول لي القزبر كاين اللي كيقول لي الربيع. كنخلطوهم بجوج، كنضيف ليهم الثومه الابزار الملحه سكينجبير والخرقوم عرق يعني صفر. وهنايا ما نضيفوش الحامض كيف لاحظتوا الدجاج رانا ضفت فيه الحامض المصير والعصيره الحامض، هنا ما نديروش الحامض نهائيا. وكندير واحد معلقه صغيره ديال التحميره، يعني ما تقويوش الفلفله الحمراء، وكندير الثومه صافي. واحد الراس المعلقه ديال المروزيه، غير راس المعلقه كتعطينا واحد البنه زوينه، وواحد المعلقه كبيره ديال القزبر حبوب صافي. وكنطحن الكل جيدا كيف لاحظتوا كنطحنوها مزيان صافي. وكنوضعها حتى هي في قريعات. وضروري دائما الزيت البلديه اولا زيت الزيتون، اللي ما متوفرش عنده زيت الزيتون يدير الزيت الروميه العادي، يعني زيت المائده اللي كطيبوا به خدموا به، مهم انكم ديروا الزيت صافي. هنايا كذلك وجدت جوج ديال القريعات كيف لاحظتوا، حتى هما غنغطيوهم
غطيوهم مزيان بالزيت. وهنا باش نميزو ما بين ديال اللحم وديال الدجاج غندير واحد الوريقات ديال سيدنا موسى من الفوق صافي، وعاد نخوي عليهم الزيت، وفي الاخر راه حنا غنكتبوا على كل وحده ديالاش صافي، وكنغطيو كيف لاحظتوا وكنحيدهم على جنب. دابا ندوزو باش نوجدوا الشرموله ديال الحوت اللي كتمشي لينا مع الحوت. دائما الحوت كنعرفوا باننا ما كنديروش المعدنوس، كنشرملوه بالربيع اولا هذاك القزبر صافي. كنجيب هنايا غير الربيع بوحدو، ما نديرش المعدنوس، وغنضيف عليه الثومه. غندير الثومه، هاد شرموله الحوت غنديروها ناشفه يعني ما نديروش معاها الزيت في مره، غتجي ثقيله وعاقده. ندير معاها الثومه، الفلفله الحمراء اللي هي التحميره مزيان قويو، الكمون مزيان حتى هو قوي، ما تقويوش بزاف حتى يجي مار، يعني واحد على حسب القياس ديال الربيع اللي درتو نتوما. التحميره، الكمون، البزار، ماشي البزار عفوا، هذا السودانيه اولا الفلفله الحاره. استسمح نعاود، عندنا الربيع كنضيف عليه التحميره اللي هي الفلفله الحمراء، غنضيف عليه الثومه، غنضيف عليه الكمون، وغنضيف عليه الملحه. هنايا كنطحنوهم مزيان. هذه هي باش كنشرملو الحوت ديالنا، هذه هي العطريه ديال الحوت صافي. خاصها تجي عاقده بهذا الشكل هذا، كيف كتجي ناشفه وعاقده صافي. غنجيبها وغنوضعها هنايا انا ما درتش الزيت في مره، الا بغيتو ديروا الزيت ديروه. المهم انا فضلت هذه ديال العطريه د الحوت، كنبغيها بلا زيت باش كتشد ليا في الحوت وكتغمر فيه مزيان لداخل، وكيجي داك الطويجين ديالكم اولا السردي المعمر اولا اي حاجه استعملتو فيها الحوت استعملوا فيها هذه العطريه. هاد الشرموله هذه راه كتجي رائعه. ودرت واحد السودانيات من الفوق اللي هما ناشفين صافي، وكنعمر القريعه ديالي مزيان وكنحطها على جنب. هنايا غندوز غنقطع كل حاجه بوحدها. نقطع الربيع اللي بقى عندي بوحدو، والمعدنوس اللي بقى عندي بوحدو، وتا هما نديرهم في قريعات، يعني نحتفظ بالمعدنوس بوحدو وبالربيع بوحدو. غنضيف عليهم الزيت فقط، ما ندير لا ملحه لا حتى شي حاجه، غندير معاه الزيت وصافي، الزيت البلديه. وغنغطي عليه الوجه حتى هو يتغطى مزيان بالزيت البلديه، وكنخليو هاد القريعات يعني مشرملين ما حتى شي حاجه. الا احتاجينا معدنوس او احتاجينا الربيع كنلقاوهم واجدين موجودين في هاد القريعات هادو. كيف قلت لكم هاد القريعات هادو او هاد الشرمولات هادو كنديروهم فقط في الثلاجه ديالنا، راه تيبقاو عندنا المده ديال الشهر كامل. يعني الا بغيتو توجدوهم ان شاء الله رمضان راه غيبقاو عندكم الشهر ديال رمضان كامل. ما تفكري لا في كرفس الا في ربيع لا شرموله ديال الدجاج لا شرموله ديال اللحم لا حتى شي حاجه، كتوفري عليك الخدمه بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للاخت اللي قالت لي بان راه بزاف هذا الشيء، يعني رمضان راه ديال العباده وهاد التحضيرات كنقول لها بان راه هاد التحضيرات انا دائما كنديرها باش ما نضيعش التقضيه ديالي. دائما راه لاحظتوا راه فيديوهات نزلتهم معكم من قبل، دائما كندير هاد التحضيرات باش ما نضيعوش التقضيه ديالنا، باش ما نضيعوش الربيع ديالنا، باش ما تضيعش لينا. راه كلشي غلا وكلشي يعني طلع في الاسعار وباقي كيزيد يطلع، يعني هكا راه كتوفري عليك، بالعكس راه هكا راه كتوفري عليك الخدمه وكتوفري عليك الجهد وكتوفري في جيبك وكتوفري في المصروف ديالك بزاف د الحوايج. يعني بالعكس عاد ما كتفرغي ان شاء الله العباده ديالك، والعباده راه كاينه طول السنه يعني ماشي غير في شهر واحد او لا. وكنعرفوا بان رمضان راه يعني كيزيد الانسان يتقرب من الله اكثر واكثر، ولكن راه الحمد لله راه ملي كتوجدي هاد المسائل هذه وكتحطيها على تيساه هكا راه كتربحي الوقت، والحمد لله كيتبقى لك ديري اللي بغيتي، يعني عبادات ديالك وبزاف د الحوايج، وكتعطي الراحه للنفس ديالك ولذاتك. يعني ملي كتدخلي الكوزينه كتلقاي الامور ديالك مرتبه ومقاده وكتمشي لثلاجتك انت فرحانه، واحد الفرحه تصوروا البنات كتشعروا بها راه غزاله. ملي كتحلي وكتلقاي كلشي موجود، الخضره ديالك مقطعه موجوده، تلقاي شرمولات موجودين، ماشي عاد تبداي تقطعي وعاد تبداي تنقي في الثومه وعاد يعني مسائل ديالك كلها موجوده. هذه استسمح مهم يعني غير توضيح. هنايا راه القريعات ديالي كل حاجه كتبت عليها ديالاش صافي. كي قلت لكم راه كنحتفظوا بهم فقط في الثلاجه، ما كنديروهم لا في مجمد لا حتى شي حاجه. وقت اللي بغيتوهم كتستعملوهم. انا هنا جبت كميه كبيره، راني قطعت الربيع والمعدنوس اللي تبقى لي حتى هو، وغنوضع هادو راه كلهم هاد القريعات هادو كلهم غنديرهم غير في الثلاجه. والطاسات اللي غتشوفوا معنا هاد الطاسات اللي في الجناب راه غنديرهم في المجمد الوقت اللي بغيتهم، راني غنجبدهم ما كيفسد ما حتى شي حاجه.
غير سدوا الطاسات ديالكم مزيان وسدوا القريعات ديالكم مزيان، ومنين كتستعملوهم كتعاودوا تزيدوا عليهم شي شويه. بالنسبه لهذوك اللي في القريعات كتعاودوا تزيدوا شويه الزيت الا بان لكم نقص الزيت عندكم. اما شرموله الحوت راه كتبقى هي ما تضيفوا عليها لا زيت لا حتى شي حاجه، راه كتبقى الوقت اللي بغيتيها كتستعمليها. كنتمنى ان شاء الله نكون فتكم. ما تنساونيش بالتشجيعات ديالكم، والى اللقاء فيديو قادم بحول الله.